العيد لما كان بيجي بريحة اللمة، مش بس الهدوم الجديدة. بالعقل كده، هو العيد دلوقتي بقى صورة سيلفي؟ فين أيام ما كان العيد بيبدأ من على السطح لما أمك تنشر الهدوم الجديدة على الحبل وتقعد تبص عليها كأنها بتفرجها على الناس؟ زمان كنا بنصحى على ريحة الفطير واللحمة ونسمع صوت الجيران بيعيدوا من أول السلم: كل سنة وانتوا طيبين، وترد: وانتوا طيبين يا حبايب. الهدوم كانت جاية من عم صابر الترزي، بس بنلبسها كأننا طالعين من مجلة موضة. العيدية 50 قرش، بس طعمها كان ب50 فرحة. كنا نعدها ونشمها وننام بيها تحت المخدة. كنا بننزل نعيد على كل بيت في الشارع، من أول شقة أم رجب لحد بيت عم سيد البقال، وناخد علبة بسكويت أو حتى موزة سايبة. المهم نرجع كأننا أغنياء مؤقتاً. كنا بنشتري مسدس خرز ب2 جنيه ونحس إننا مسيطرين على الحارة. دلوقتي العيال بتعايد بالتحويل البنكي، ويلبسوا هدوم العيد قبل العيد ب3 أيام عشان الصورة تطلع بدري. العيد مش بس هدوم جديدة، العيد ضحكة جاية من قلب العيلة، فرحة بتتشال في عين جدتك، وصوت خبط على الباب يقولك: كل سنة وانت طيب يا حبيبي. لو رجعنا نعيد زي زمان، يمكن نعيد القلب كمان.